او الموسم المركز السابع، الموسم الماضي المركز الخامس وتصدر الدوري لفتره طويله جدا، وهذا الموسم حتى الان على الصداره. ضربه ركنيه لبتروجيت، رامي سعيد يلعب العرضيه، ابن نادي او لاعب الاتحاد السابق، اول موسم ليه مع بتروجيت، وهوبا يا سلام على التمريره، احمد شعبان والله قدم حريريه، تمريره ولا اروع على راس هشام النوبي اللي واقف وسط مدافع الاتحاد بدون رقابه تماما، وضربه راس كادت لو فيها اتقان، سنه اتقان، كادت ان تكون ثالث الاهداف. محمود عبد الحكيم يلعب جميله في الجانب الايسر عند حسن كندي، يلعب العرضيه داخل ال 18 وهوبا يا سلام على ضربه الراس. محمود عبد الحكيم عملها والله جميله، والوليد سليمان نقول ايه، روعه، بيهجموا من اليمين والشمال، مسيطرين تماما على كل شبر في الارض، على كل المباراه. بتروجيت بالصراحه وبدون حياد وبدون حياز، بالفعل بتروجيت هو الافضل في اللقاء، بتروجيت هو الاروع في هذه المباراه. هاني سليمان والضغط المستمر، مفيش تركيز زي ما قلت من لاعبي نادي الاتحاد السكندري. ادي الهجمه الاماميه عند الحميد حسن، يلعب اماميه عند محمد ناجي جده، محمد ناجي، هشام النوبي ومحمد ناجي، هجمه مرتده للاتحاد وتصويبه من بعيد، اتسرع في انهاء الهجمه، لكن من قدامه هشام النوبي يضع قدمه لتخرج الكره الى ضربه ركنيه، ركنيه لصالح فريق الاتحاد السكندري. زعيم الصغر في ورطه، زعيم الصغر في مأزق كبير بين العشاق والانصار في استاد الاسكندريه، احد اقدم الاستادات المصريه. ركنيه، محمود شاكر على التنفيذ، يلعب العرضيه داخل ال 18، تشتيت كده باطراف الاصابع من احمد فوزي، تصل ثاني ناحيه الشمال، المحاوله قائمه ثاني على طول، محمود شاكر يلعب العرضيه، لكن والله نقول ايه، ابتدى الاتحاد يضغط، نفسنا يكون تبادل هجمات، نفسنا نجد هجمه هنا واخرى هناك على طريقه الدوري الانجليزي الاروع والامتع في العالم. هذه هي المتعه الحقيقيه، ان الدوري الانجليزي مفيش فرقه بتسيطر، هجمه هنا واخرى هناك واثاره ومتعه، واللقاء شكله هيزيد ويصل كده الى مسابقه الدوري الانجليزي. ثانيه اماميه الهجمه، ابتدى الاتحاد يفيق، ابتدى يدخل في اجواء اللقاء، ودي ضربه حره مباشره لصالح الاتحاد السكندري. ارقله ليوسف عبد الرحيم، وضربه حره مباشره لنادي الاتحاد من الجانب الايسر. فرج شلبي، فرج شلبي على التنفيذ في ضربه حره مباشره لصالح نادي الاتحاد. اماميه على طول وفرصه مش ممكن، يا على الكوره، يا على الحظ، مش ممكن. ادي عدم التركيز، ادي الكلام اللي بقول عليه. فرج شلبي عملها بالمقاس، بالمليمتر يا حبيبي، بالمليمتر على راس محمود صبحي وبدون رقابه تماما، ونازل الراجل عامل نموذج لاداء ضربه الراس من وضع الركود. ادي انطلاقه اماميه، خميس جعفر، تمرير امامي في نص الملعب، المحاولات من عبد الحميد حسن، ابتدى الاتحاد يدخل في اللقاء، وادي فرج شلبي، ما شفناش الهجمه الا وهي على قدم فرج شلبي وتمريره اماميه، لكن احمد فوزي يتالق. عايزين تنشيط هجومي، ان مفيش كلام، اللياقه البدنيه لها عنصر مؤثر، وادي انطلاقه وضربه حره مباشره لصالح كمال علي. علاء ابراهيم ومحمود عبد الحكيم ووليد سليمان مع المجهود الكبير في الشوط الاول، سابها والله رامي سعيد، ايضا متخصص في الضربات الثابته. رامي بدايته كانت في نادي المقاولين العرب، رامي سعيد انتقل للاهلي فتره لم يوفق، من الاهلي الى الاتحاد، ومن الاتحاد الى بتروجيت، ورامي هوبا يا سلام يا رامي، لكن ادي الروح الجميله، الراجل مش عاوز يحتفل بالهدف امام فريقه السابق، يا مدافع عن هذه الشباك، واليوم رامي سعيد يضع هدف في هذه الشباك، شباك نادي الاتحاد السكندري. رامي سعيد اللي بقي في الاتحاد اكثر من موسم، النهارده يضع هدف جميل على طريقه النجم الكبير الانجليزي ديفيد بيكهام اللي انتقل مؤخرا الى ميلان الايطالي، ويضع بطاقه رائعه. رامي سعيد المتالق في الفتره الاخيره مع نادي بتروجيت يضع هدف في مرمى الاتحاد، لكن والله يعني الروح الجميله وبكاء كده وعلى الحنين، يعني الراجل مش عاوز يحتفل بالهدف بعد ان يعني زعلان طبعا انه احرز هدف في مرمى فريقه السابق. واصبحت المهمه ثقيله على الكابتن طه بصري، وهل يا ترى ماذا سيفعل طه بصري وابنائه في هذا المأزق الكبير امام العملاق البترولي بتروجيت؟ الانطلاقه اماميه ومحاوله خطيره، حلوه التمريره من ناجي جده لقدم متألق عبد الحميد حسن، عملها حلوه والله عبد الحميد، لكن تطلع الى ضربه مرمى. ادي انطلاقه اماميه، علاء ابراهيم ينطلق وتصويبه، لكن ضعيفه سهله للحارس الهاني سليمان. دي لقاءات الفريقين في الاسبوع الثاني عشر، الاسبوع القادم من مسابقه الدوري الممتاز.
الاسماعيلي والاتحاد بالاسماعيليه، وبتروجيت يستضيف الزمالك باستاد السويس الجديد. ادي انطلاقه، محاوله اماميه ناحيه الشمال، هجمه للاتحاد، ارضيه خطيره، وهوبا يتالق احمد فوزي، عملها جميله فرج شلبي صاحب القدم اليسرى الحريريه، لكن لم تجد متابع وتجد اقدام يد الحارس المتالق احمد فوزي. ادي انطلاقه تاني فرج شلبي اللي عمل شغل جيد في الجبهه اليسرى، اضاف اضافه قويه لنادي الاتحاد في هذه الجبهه، يربح ضربه حره مباشره الى الاتحاد. ضربه حره مباشره في انذار لرامي سعيد، كارت اصفر للاعب بتروجيت، وادي ضربه حره مباشره من مكان خطير جدا لنادي الاتحاد. لكن مين اللي ينفذ؟ فرج بيرفع بالقدم اليسرى بشكل جيد، عايز مهاجم او يعني هيدرز بشكل قوي يقدر ينفذ الاوفرات دي بشكل قوي، لكن هنشوف. ضربه حره، فرج شلبي على التنفيذ والعرضيه، لكن فين؟ تصل سهله للحارس المتالق احمد فوزي، هوبا حسدتك والله يا فوزي، حسدتك، لكن يتالق وينوب عنه المتالق حسن كوندي. فرصه والاطرف واعجب طرائف كره القدم احمد فوزي، انا حسدته، الراجل طالع بشكل جيد، يلتقط الكره تقع منه الكره، وكادت ان تكون الهدف الثاني للاتحاد. ادي الاعاده قدامنا، مش ممكن، موقف طريف من طرائف كره القدم المصريه. محمد ناجي جده لعبها في المرمى جميله، لكن يتالق وتنشق الارض عن حسن كوندي ويخرج هدف محقق 100% من على خط المرمى. قدم على طلائع الجيش 4-0. ضربه ركنيه اماميه تترد مره ثانيه، لسه المحاوله قائمه لفريق بتروجيت. انطلاقه رامي سعيد، محمد ناجي جده اللي راجع يستلم كده وراجع يعمل الواجب الدفاعي، الحماس زاد في اداء لاعبي الاتحاد. ادي هجمه اماميه، فرج شلبي صاحب القدم اليسرى الحريريه يلعب العرضيه، وهوبا سلام على هذا الكلام، روعه، هدف على الطريقه الاوروبيه، جميله التمريره ولا اروع نقله، كونتر اتاك، هجمه مرتده نموذج عملها نادي الاتحاد السكندري، وكأن فرج شلبي نازل بقدم سحريه، نزله الكابتن طه بصري عشان يضيف هذه الاضافه لنادي الاتحاد السكندري. ادي الروعه في الانطلاق، ادي المتعه في التمرير، وادي المتابعه الجميله والرائعه، ويعني نقدر نقول الراجل عبد الحميد حسن يضع هدف على طريقه نجوم الدوري الانجليزي ونجوم الكره الاوروبيه. استلم وموجه على طول وجه القدم في المرمى ليصبح او تصبح النتيجه 3 لبتروجيت 2 للاتحاد. هدف ولا اروع ولا اجمل في رايي الشخصي من افضل اهداف الدوري الممتاز. كوفي تاني في نص الملعب، يلعب اماميه عند وليد سليمان، ينطلق وليد سليمان من ناحيه الشمال، وتصويبه حلوه عملها كده مباغته لينا والله وليد سليمان، تصويبه بالقدم اليسرى ارضيه زاحفه، لكن يتالق فيها الحارس الهاني سليمان ويمسكها. يعني نقدر نقول لو فيها غفله من الحارس كانت ممكن يكون فيها كلام تاني. عبد الحميد حسن، ميدو ينطلق في الجانب الايسر، عبد الحميد عاوز يعدي، عاوز يرفع، مفيش حد ظاهر له، يلعب العرضيه وخطيره داخل ال 18، لسه المحاوله ومره ثانيه، وهوبا تصويبه فين الاتقان يا راجل، مش ممكن، تصويبه لمحمود صبحي، تصل الكره على قدمه على حدود ال 18، وادي احمد فوزي يعني بيتخانق مع المدافعين بيقول لهم كنتوا فين، والراجل ده يستلم بهذا الشكل. ادي الاعاده قدامنا، استلام جميل، ادي الفارق في المهاجمين. علاء ابراهيم خد كره زي دي على الطاير مباشره سكنت الشباك، فارق بين المهاجم والمهاجم او مهاجم ولاعب خط وسط. وهذا لقاء الاسكندريه اللي قدامنا، والدقيقه 39 والاتحاد يبحث عن هدف ثالث قد يريح الاعصاب، قد يسعد هذه الجماهير التي بالفعل يعني تنتظر فرحه من زعيم الصغر، وزي ما قلنا زي ما بيلقبوه بسيد البلد، والاتحاد هو معشوق الاول لهذه الجماهير. ادي انطلاقه احمد حسام ناحيه اليمين، هوبا يا سلام على الجمله، احمد حسام عملها جميله للقناص الرائع عبد الحميد حسن، كاد والله ان يضع بطاقه سادسه، لكن في اصابه كده عبد الحميد حسن، والالتحام قوي مع محمد الفكهاني بدون قصد. عبد الحميد حسن مرة تانية ناحية اليمين، الهجمة لنادي الاتحاد ومحاولات، ولكن ضربة حرة مباشرة. الفكهاني يعمل خطأ فادح في لحظة صعبة في الدقيقة 45 من الشوط الثاني. يا ترى فرج شلبي ممكن يعمل ايه؟ وثلاث دقايق وقت بدل ضائع بيعلن عنهم الحكم الرابع شريف رشوان، وفرج وهوبا عملها جميلة والله، لكن احمد فوزي بيقول لها بره، كرة تطلع بره وتعلو عارضة احمد فوزي وضربة مرمى. طبعا هو بيمتاز بمثل هذه الكرات، لكن طبعا مركزين معاه، وتصويبه قويه تطلع بره ضربه مرمى.